مساء الخير عليكم. أنا ريم الأنصاري ودي بودكاست في عالم موازي. في البودكاست دي دايما هيكون معانا شخصية قدرت تحقق توازن في حياتها وتوصل لمرحلة معينة من النجاح والشهرة في مجالها، ومن خلال البودكاست دي هنعيش معاهم أفكار ونقاشات من عالم موازي. ليه عالم موازي؟ لأن ده عالم ما فيهوش أقنعة. بنحاول نكشف الشخصية الحقيقية للضيف اللي معانا. ضيفي النهاردة قدر يحقق أهداف كبيرة كان بيحلم بيها من وهو صغير. شخص مثقف وقارئ جيد بيحاول من خلال تجاربه إن هو يدينا حلول لتساؤلات ومشاكل في حياتنا. هو مفكر وكاتب مصري أصيل، وكمان كان مقدم برامج في التلفزيون والإذاعة. لما بنشوفه أو بنسمعه بنكتسب خبرات كتير، ودايما بيقول حاجات بتلهمنا، كلمات عميقة بتأثر فينا. ضيفي النهاردة هو الكاتب والمفكر أحمد عسيلي. أهلا يا أحمد. أهلا وسهلا. ازيك؟ سلامات. ازيك؟ سلامات. عامل إيه؟ الحمد لله. مبسوطة قوي إن أنت معايا النهاردة. شكرا. بص بقى، في البودكاست دي احنا بنمر ب5 كده محاور. هي محاور من كتابي الأخير للتوازن. ال5 محاور دي هي الأنا، الأفكار، القلب، الجسد، والبيئة المحيطة. أسئلتنا بتبقى حوالين ال5 محاور دي، وأنا ديمقراطية جدا فهقول لك تحب تبدأ بأي محور؟ لا أنا ما أحبش. أبدأ لك أنا؟ تصرفي نشوفها يا سلام. طيب أنا أول حاجة عندي الأفكار. أوكي. عايزة إيه في الأفكار؟ أنت في كتاب من كتبك، في كتاب اللي هو ملوش اسم، كنت كاتب ورا في ظهر الكتاب إنه من وانت صغير كنت بتحلم ان انت تكون مفكر، وكان عندك تصور او تخيل، طبعا غريب بالنسبه لطفل صغير، بس انت كان عندك التخيل او التصور ده. فعايزه اقول لك ازاي انت بتحس ان الافكار بتاعتنا مهما كنا صغيرين او مهما كنا مش ناضجين تماما او افكارنا مش ناضجه بتاثر في مصيرنا. ما تقوليش ان هي بتاثر خالص، يعني ما اعتقدش ان ده فكره اثرت في، لا هو بالعكس. يعني الشيء ده للناس اللي ما يعرفوش، هو ان انا كنت بتخيل حلم يقظه بيجي لي كده، ان انا طالع في التلفزيون ومكتوب تحت اسمي المفكر الكبير. ما اعرفش وكنت حتى يعني كان الثيم بتاع الحكايه دي ان انا اسئله معقده جدا بجاوب عليها بكلمه واحده كده. فده ما كانش مداليش ان هو ابدا، يعني عمري كنت تيجي تساليني انت عايز تبقى ايه اقول لك مفكر كبير، لا هو كانت نبوءه كده، يعني الواحد بيحس. لا بس برضه الاحلام والنبوءه انا شخصيا مش معايا، يعني مش عندي. في ناس بيحلموا بحاجات يعملوها، انا الحقيقه ما كانش عندي كده خالص. ده انت يعني بالذات حصلت معاك يا حقيقي ما كانش حلم انا مشيت وراه، ده كان حاجه انا يعني هي كانت نبوءه. انا عرفت ان انا هبقى ايه. وهل كان عندك حلم يعني في حاجه في الدنيا بتاعت ربنا دي قالت لي انا هبقى ايه. يعني انت ما كانش عندك حلم معين انت عايز تحققه او هدف معين انت عايز تحققه؟ ابدا. انا عايز ابقى كويس طول عمري. عايز ايه؟ عايز ابقى كويس. مشيت مع رحلتك كده زي ما خدتك وحاولت تعمل. عايز ابقى كويس، هو الحلم دايما كان ابقى كويس. فلما الاقي نفسي مش مرتاح في حته بمشي، لما انا نفسي عايز اعمل حاجه بروح اعملها، زهقت من حاجه ببطلها. عايز ابقى كويس. وبتمشي بعفويه جدا ورا احساسك. جدا. اوكي. والحمد لله يعني بقدري برضو، مش كل الناس تيجي تعمل كده هتعرف تعمل كده، بس يعني اللي حصل معايا كده الحمد لله، مشيت معايا. ربنا ماشي معايا الحكايه بتاعت ان انا يعني ما ازهق من مكان امشي، وما عاوز اروح مكان اروح. انت ما بتفكرش كتير، ما بتعانيش من حته التفكير الكتير او الزائد، يعني الاوفر ثينكينج يعني؟ لا ما اقدرش اقول على نفسي كده، يعني لاني دايما انا بصراحه راسي مشغوله راسي مش مشغوله بالحاجات دي، راسي مشغوله بالحاجات دي. يعني راسي دايما من وانا طفل من ايوه كده، من انا هعمل ايه واروح فين وكده. الموضوع ده شاغلني من وانا طفل، المساله دي، الحاجه دي، الحياه والموت والبني ادم وربنا والحاجه دي، والناس عاملين كده ليه، واحنا عاملين كده ازاي، وليه الناس دول مش زي الناس دول، وهو ايه اللي بيحرك الحاجات، هو الناس يعني الحاجه دي دايما طول الوقت من وانا طفل وهي شغلاني. يعني فانا مش عمري ما كنت باوفر ثينك حاجتي. عادي حاجاتي ما بعرفش اتصرف فيها برضه، يعني قراراتي بستسخفها، ما بحبش انقي، بس يعني ممكن اخلي حد ينقي لي، يعني عادي، يعني مش هو ده اللي شاغلني، يعني موضوع التنقيات ده.
مش غني شغلك اكتر الامور يعني. الكبيره التساؤلات الكبيره اللي هي مش ناس كتير بتبقى اصلا مهتمه بيها. في حاجه على فكره وانت بتقولي افكار وموازي وتوازي وبالانس وكده، ما اعرفش انا عايز اقول كده دلوقتي، يعني عايز اقول انه من العادات العقليه السيئه جدا الاجتماعيه المجتمعيه موجوده عندنا بالذات، يعني او ما اعرفش هي موجوده عندنا بالذات ولا، المهم ان هي موجوده عندنا بالذات، ما اعرفش هي قد ايه عند الناس التانيين، ان هو الافكار اللي بالهوى كده بالمزاج، يعني الناس يبقى عندهم ايه، ابقى حابب فكره كده بس كده، ابقى حاببها وانا بختبرها وانا بفكر فيها وانا بتعب فيها وانا بذاكر هي ما جايه منين رايحه فين، لا الافكار عندنا بالمشاعر كده، دي حاجه وحشه قوي. ما اعرفش يعني تعملي ايه بالحكايه دي، بس انا كنت عايز اقول الجمله دي. لا دي حاجه مهمه ان انت بتتكلم في حته انه الناس يعني ايه ما بتبذلش مجهود او الناس هوائيه شويه في الطريقه اللي هي بتفكر فيها. يعني مش يعني انت بتتكلم في انه الواحد يبقى عنده فكره ويختبرها ويمشي وراها ويحاول ايوه يعني هو الحكايه بتاعت الافكار التفكير دي عامله زي الحكايه بتاعت الطبيخ. هو مش اي هجايز كده، هو مش يعني هو الطبيخ مش اي هجايز، يعني انت مش تدخل مطبخ ترمي اي حاجه في اي حاجه هيطلع لك اكله، وكمان التفكير كده. بس التفكير كمان يعني التفكير كمان مش اي حد هيطلق على نفسه اسم مفكر، زي ما مش اي حد برضه المفروض يطلق على نفسه اي اسم من اي نوع. ليه؟ لانه بالنسبه لي انا من وجهه نظري انا انه البني ادم اللي هيطلع بافكار معينه ليها عمق معين وبعد معين واختبرها و ده بني ادم بذل مجهود مثلا في القراءه، بذل مجهود في انه يسمع الاخرين ويحاول يشكل طريقه في افكاره. فاهم قصدي؟ يعني مش مجرد ان انت بتخش بتطلع بفكره، او ممكن تقولي لا، يعني انت ممكن تقولي لا مش شرط. يعني والله في كده وفي كده، يعني طب قولي ايه الحاجات اللي انت قريتها وايه المقولات اللي انت قريتها او سمعتها من حد والهمتك او حسستك انه ايدتك في تفكيرك او حسستك انه لا انا ممكن افكر بطريقه مختلفه. يعني كتير قوي مليون، بس مش عارف اطلع يعني بس انا ما بعرفش اطلع، يعني هي الحاجات لازم تجي لي، فهي مش هتجي دلوقتي اكيد لما انت سالتي كده. بس كل حاجه بصراحه انا يعني انا ما فيش حاجه ما بتاثرش فيا، مفيش حاجه ما فيش حاجه بتعيش اللحظه قوي. هو كل حاجه دايما في حاجه كبيره بتحصل في كل وقت. الحاجه دي تبقى يعني مريحه بالنسبه لك مش مريحه، تبقى متعبه مش متعبه، تبقى بتوجع ما بتوجعش، تبقى مؤرقه مش مؤرقه، بس هو دايما في حاجه كبيره بتحصل. دايما في حاجه في الناس في الحياه، دايما في حاجه بتحصل وكلها حاجات تثير تثيرك، لانه الدنيا اصلا معموله عشان كده. الدنيا معموله عشان تثيرك عشان تعمل ايه، عشان تفكر عشان تعمل ايه، عشان تختبر حاجه في علاقتك بيها. احنا بنوريك الحاجات عشان تختبر حاجه، وانت بتختبرها عشان ultimately تربط الحاجه اللي انت شايفها دي بربها. هو اصلا فالدنيا طول الوقت بتوريك حاجه عن نفسك وعن ربها. طول الوقت التلفزيون شغال طول الوقت مفيش كالر بار، ما بيبطلش. ايوه صح، طول الوقت هي بتعمل كده فعلا. بس في ناس اوير او حاسه وفي ناس مش حاسه طبعا موضوعهم بقى يعني. بس هو الحكايه دي مش لكل الناس كمان، يعني ربنا مش خالق برضو انه كل الناس هيبقوا صاحيين وشايفين كل حاجه بتحصل حواليهم ورابطين ما يقدروش. هي كاباسيتي، هي قدره. صح. لازم يعني كل مهيئ لما سخر له. لو انت مهيئ لهذا الامر هيفضل يعني يحصل لك حاجات تتغير مع الزمن. نزود الكاباسيتي بتاعتك، القدره على انك تشوف، لان الاستعداد مهم، لانه الموضوع ده كبير قوي. احنا كمان كبار بس الموضوع ده كبير قوي. فاحنا بنكبر لازم نوصل للحاجات اللي احنا بنوصل لها. لازم احنا نكبر، يعني كل حاجه موجوده اصلا، الحقيقه موجوده في مكانها، وانت اللي لازم لما ربنا يكون عايز حد يوصله بيروح مكبره لحد ما توصل للاكسجين ده، وبعدين ده، وبعدين ده، وبعدين ده.
صح، زي ما انت قلت كل واحد مهيأ للي يقدر يوصل له، وقدرة الاستيعاب مختلفة جدا من كل واحد للتاني يعني. طيب لو رحنا للقلب، انت من الناس اللي بتستخدم قلبك، يعني بتعتمد قوي على حاستك السادسة ولا على المنطق اكتر؟ لانه التفكير ممكن يكون بالمنطق قوي، وممكن يكون كمان بالاحساس بالقلب يعني دي معقده قوي يا ريم. دي هو ايه اصلا القلب ده؟ واحنا قول بنعمل لنا بيه طيب ايه؟ ايه هو القلب من وجهة نظرك، وبنعمل بيه ايه؟ هو مش يعني برضو تكمله على الحاجه اللي انا قلتها من شويه دي. هو اصلا الغلطه اللي اغلب الناس بيعملوها ان هم بيستعملوا عقلهم في بروسيسنج، في التفكير في حياتي. يعني واحد يقعد يفكر هو هيشتغل ايه، واحد يفكر هو هيتجوز مين، واحده تفكر هي هتروح، يعني افكر اسافر فين. الحاجه دي اصلا غلط للبني ادم، لان انت مخك ما يعرفش الاجابه بتاعت السؤال اللي مش عندك ده. مخك ما يعرفش انت المفروض تتجوز مين. مخك عامل زي السيرش انجن كده، عامل زي جوجل. انت هو قصدك ان وظيفته كل كده. الحاجات دي قدريه، وانت مش مش شغلتك ان انت تفكر في الحته هي ما دي. بتجيش بان انت تفكر، يعني انت مش هتفكر فتعرف انت الحد بس ده في انت السعي، ما هو تتجوزه. السعي بيستلزم التفكير في السعي ما حق. اسموش كده يعني. الموضوع بتاع هو ما اسموش سعي الاول. السعي ده بتاع الاخره. ما فيش سعي في الدنيا. الدنيا دي تراد. الدنيا يعني انا لما اروح الشغل ده ما اسموش انا بسعى، اسمه رايح شغل. ايه اللي خلى ده اسمه سعي؟ السعي في القران بتاع الاخره، مش بتاع الدنيا خالص. فانت بتروح تشتغل، بتروح تصطاد، تنزل البتاع عشان انت عايز تصطاد سمكه. ايه ده اسمه سعي؟ لا، ده رايح تجيب حاجه، رايح تعمل حاجه. وبعدين ممكن فانت بتفكر يعني في حكايه ان انت بتفكر تكسب فلوس ازاي. ما هو انت بتفكر في افكار، ما عادي جدا انك تفكر في حاجه مش بتاعتك. يعني الناس بتتعس ليه؟ عشان مخهم بيقول لهم افكار مش بتاعتهم. مخك ممكن يقول لك تتجوزي الراجل ده، هو مش كويس عشانك خالص، بس انت مخك قال لك ان هو عريس لقطه، فتروحي تتجوزيه، وبعدين دي في مشكله. وهكذا. هو المساله عايزه، عشان انت تعرف تحس لازم تحط الجهاز بتاع التفكير بتاعك في مكانه ويعمل الوظيفه بتاعته. بس الوظيفه بتاعته اللي هي ايه؟ والله ده انا عندي حساسيه من السوداني، فما تاكلش بتاع دي ان فيها سوداني. ده وظيفه عقلك. وظيفه عقلك ان انت ما تنزلش تعدي الشارع والاشاره حمراء عشان انت عربيتك تخبطك. هو ده وظيفته بس. وظيفته انك، ايوه يا جماعه، هو وظيفته ان هو لازم هو اللي بيدخل انبوت. سرفايفل اكتر من وظيفته ان هو تعرف وغيره. يعني وانت بتتعلمي سواقه بالعقل. العقل الاول بنقول له ده ايه وده ايه وده ايه، وبعدين هو بيقعد يجمعهم مع بعض وبعدين بتسوق. بس اما تسال عقلك على تعمل ايه في الدنيا ومكانك في الدنيا، ده مش شغلته. لما تساله تتجوز مين، ده مش شغلته. لما تساله اشتغل ايه، ابقى مين، شغلة وجدانك، شغلتك انت اللي ورا عقلك ده. انت الحاجه اللي وراك دي شغلتها. بس انت ما تعرفش هو فين، لانك مش متصل بيها، مش متصل بنفسك. ودلوقتي خصوصا الناس كمان بقت اكتر عدم اتصالا بنفسها، لان هم طبعا التشتيت زاد قوي. تشتيت كتير، تليفونات كتير، شاشات كتير، كلام كتير، افكار كتير، رغي كتير، ديستراكشن كتير، مفيش نوم كويس، مفيش هدوء، مفيش سكوت. الانوار منوره والتليفونات منوره والاكل عامل كده، والسكر كتير، والحكايه في البزراميطه. فالبني ادم ده محتاج يعني يغير حاله، يغير حالته عشان يعرف اصلا هو اصلا عباره عن ايه. والا بيفضل عامل زي المجانين كده وبعدين بيموت. عامل زي الفار المجنون وبعدين بيموت. من كده الناس كلها بيجري في كل الاتجاهات، بيحاول يوصل لحاجات مستحيله ساعات، او مش مستحيله حتى، بس يعني هو بيشتت نفسه في حتت كتير قوي قوي قوي، وبيلوز بقى الصوت الداخلي بتاع نفسه ده، اللي هو اصلا ما بقاش في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ما بقاش صوت واحد بقى، يعني دوشه كتير قوي قوي قوي. وهو برضو الحكايه بتاعت ان انت تعرف انت اصلا حاسس بايه مش حاجه سهله، لانه الاكتيفيتي اللي حاصله في المخ دي، في العقل دي، كمان بتعمل عندها مردود عاطفي. بالظبط. بتحس بحاجه، بتحس ان انت بتحس بانكزايتي. يعني بتحس انك يعني مش حاسس بحاجه، بتحس ان انت تنبل، تعبان. وزي ما انت قلت كمان الانكزايتي دي حاجه من الحاجات
اللي بقت للاسف شائعه جدا جدا جدا، الانكزايتي الحقيقيه بقى، مش الانكزايتي اللي هي بتاعت كل يوم، اللي هي بتاعت البني ادم المعاصر، يعني الانكزايتي اللي هي بتحتاج ميديكيشن. هي مفيش حقيقية على فكرة، هو ده بس ده الوحش بتاعه. يعني هو العادي ان كل الناس انكشس، وفي ناس بس المكنه بتاعتهم ما بتستحملش، بتضرب بكل الانوار، بكل اللمبات بتنور، فمش عارف يعيش. طب انت من تجاربك او من الكورسز، برضه انا عارفه ان انت بتدي جايدنس وكورسز للناس، انت من تجاربك شايف انه ايه نقطه البدايه للبني ادم؟ مش هقول لك يعمل ايه لان ممكن دي تبقى حاجه معقده وبتختلف من حد لاخر. ان لازم يبقى في مدرسه. من مذاكره التاريخ يعني كده، البني ادم لوحده ما يقدرش يغير الستيت بتاعته. لازم تبقى حاجه تقيسي على حاجات collective اصغر، يعني. ولما تقيسي لازم حد يساعدك، لازم حد عمل كده قبل كده، لازم حد فاق يفوقك، يساعدك تفوق. لازم حد طلع من بره السور يهربك، انت مش هتنفع تهرب لوحدك. والمثال البسيط على الحكايه دي، يعني لو حسبنا كل يوم الصبح في كام واحد بيصحى يقول انا هبطل سجاير، انا هبطل دايت، انا هبطل شرب، انا هبطل مخدرات، انا هبطل سوشيال ميديا، اي حاجه وحشه انا أو مش عايز هبطل بورن. كام واحد بيصحى في العالم بيقول كده؟ يعني لو احنا 8 مليار دلوقتي، 6 مليار. كام واحد بينجح؟ 1 3 6. ليه؟ لان هي الحكايه ما بتحصلش كده. الحكايه محتاجه مساعده، الحكايه محتاجه مساعده، محتاجه حد عارف الخطوات او لازم حد عمل الحاجه اللي انت عملتها دي يساعدك، او حد متخصص. يعني الحقيقه ساعات في ناس متخصص بس ما عملش حاجه وما يقدرش يساعدك. يعني في ناس مثلا عمرهم ما شربوا مخدرات بيشتغلوا بيساعدوا الناس ان هي تسيب المخدرات. ده تهجيس. فهو لازم يبقى حد. فانت قصدك ان اكتر واحد يقدر يساعدك هو الشخص اللي مر بالتجربه دي ونجح في الحاجه دي مش تجربه تحديد، احنا مش كلام عام، ده كلام خصوصي. التجربه اللي انت بتحاول ايوه ان انت ما تبقاش عامل كده، تغيرها، ما تبقاش فور كده، ما تبقاش الحاجه دي، ما تبقاش زي الحاجه دي، تبقى حاجه تانية. الحاجه دي من غير مدرسه ما تنفعش. انت اول ما قلت مدرسه في الاول انا افتكرت ان انت قصدك انه يعني انه في المدرسه فعلا او في الثقافه العامه بتاعت الناس هو في حاجات بتاعت كده. يعني احنا برضو دلوقتي انت عمال تحاول تخلي الناس ما يرموش زباله في الارض، مش هتعرف. ليه؟ لازم في مدرسه، لازم تروح في المكان اللي كلهم فيه. الناس تتغير، والثقافه بتاعت الناس عشان تتغير دي بتاخد عايز الناس يقفوا طابور، مش هتنفع. لازم تروح في مدرسه. فما تروح في اليابان تروح مدرسه تعرف هم ليه بيتصرفوا كده. بتروح عندنا تروح مدرسه تعرف هم ليه بيتصرفوا كده. فده موضوع بيسري على الحاجات اللي الناس بتتعلمها، والناس بتسوق ازاي، بتتكلم ازاي، بتعمل ازاي. لازم تروح عند المدرسه. وفكره المدرسه مش لازم مدرسه، يعني المدرسه اللي هي، ما هو المجتمع كله اصلا مدرسه، بس مش واخد باله. هو مش واخد باله ان هو مدرسه، بس هو مدرسه طبعا. فهو يعني فكله محتاج مدرسه. كله بيعمل برمجه فلو الناس بتعرف تعمل حاجه في المجتمعات الشغيله بيطلعوا ناس شغيله. هي احنا في شغيله في المجتمعات المزواقه، ذوق، ناس ذوق كده، ناس يعني تلاقيه طالع ذوق لمجتمع ذوق مدرسته. في بيحصل عدوى بيحصل تعليم. دي مش عدوى، دي تعليم. يعني انا بقول مجازا، بس طبعا هو نوع من انواع التعلم. هو انا عايز بقى الحكايه دي عشان نربطها بحكايه التعلم. انا عايز اتعلم اعمل ايه؟ وانا عشان كده بطلت انا الحاجات اللي هو انا زمان يعني كنت بكلم في الماس ميديا كده، بكلم الناس كلهم قاعدين في اكتشفت ان الحكايه دي ما تنفعش. ليه؟ لازم مدرسه. رحت على المدرسه. كنت مدرسه صغيره، المدرسه تجيب مدرسه. بس انا رايي ان كل حاجه بتعمل افكت في ليفل معين. يعني انا شخصيا اتكلم عن تجربتي الشخصيه، ان انا شخصيا استفدت جدا من تجارب ناس تانية لما سمعتها. ما غيرتنيش 180 درجه، بس نورت لي لمبه. انا الحقيقه انا ما بقتش كشخص، يعني ما بقتش انترستد في الحكايه بتاعت اللمبات دي. يعني اتس نوت انف، مش كفايه. لا مش كفايه، انت لازم تعمل شغلك. انت لازم تعمل كده شغلك بعد كده. في المجتمعات البايظه لا مؤاخذه، وفي الناس البايظه برضو. ما هو في حد يعني كل حاجه فيه وحشه؟ لا. يعني في حد بيعمل كل حاجه غلط؟ لا. بس هو الحكايه دي بتحصل في ايه في الاخر؟ المنتج ايه؟ وحش. ايوه صح. لو انت ما حدش ظبطك هتبقى وحش. بس انا مالي، انا في عربيه يعني عربيه وحشه بس الموتور بتاعها كويس جدا، اعمل بيه ايه؟ انا مالي. عربيه وحشه، عربيه الهاندل بتاعها وحش، عربيه تتقلب في مش عارف ايه، عربيه تدوس فرامل تروح عامله، عربيه وحشه. بس الموتور بتاع انا مالي، الموتور هعمل بيه ايه؟ الموتور بالظبط. وهكذا. ففكره المدرسه هي عشان انت تبقى
عايز ابقى كويس، انا عايز ابقى عربيه كويسه، عايز ابقى عربيه احسن. مم. الحكايه دي صعبه قوي، وهو في الاخر احنا ما نقدرش نعملها ولا المدرسه تعرف تعملها، هو ربنا اللي بيعملها. بس من غير ما تتحط في موضوع كده مش مفيش حاجه هتتحقق اساسا، مش هتنجح. فيفضل الناس بقى ايه، كل واحد هو ورزقه كده، كل واحد يعني والله انا اتعلمت الحاجه دي وانا اتعلمت الحاجه دي، ماشي كويس. بس تبقى شيف، عايز تبقى طباخ، لا مش هينفع ان هو كويس. وطبعا في يعني دايما في 3% من الناس 1% من الناس ربنا اصلا بيعلمهم بايده. أكيد. يعني يعلمه هو لوحده بقى، كل وهو واحد على حسب يعني هو بقى فين وعلى حسب الكباسيتي بتاعته وكل الحاجات دي وعلى حسب استعداده برضه. طيب انت بقى بعد الرحله الطويله دي ايه هدفك النهارده؟ عايز ايه من الدنيا؟ عايز تعمل ايه؟ والله الحمد لله ما بقتش عايز اعمل حاجات قوي. يعني عايز ابقى دايما مخلص لنفسي، راضي عن نفسي، حاسس بربي، عارف انه شايفني، عملي لاخرتي، عايز اعمل الحاجه. يعني لما انا بشتغل مع الناس انا عاوز اعمل اللي ربنا عاوزني اعمله لهم. انا مش عاوز انا اعمل حاجه، انا عاوز اعمل اللي انت، انا بسيب نفسي، انت الحاجه اللي انت مديها لي تطلع لهم كويس، هو ده اللي انا عايزه. انا عايز اطلع منها، انا عايز اطلع منها خالص، انا عايز اطلع منها خالص ان شاء الله، على بال ما الواحد يموت كده يبقى ما فيش في حاجه منه. ربنا يديك الفرصه ان انت وعايز كده، عايز الحاجه اللي انا مخلص لها دي، الحاجه اللي انا مخلص لها دي هو انه في الزمانات الوحشه الصعبه لازم اللي يعرف يقف يقف. اللي يعرف يقف كده يقف. عايزين نقف، يعني اللي يعرف يقف يقف، واللي ما يعرفش يقف وعايز يقف يتعلم يقف، يسند سنه على جنبه ممكن وبس. واللي مش عارف يقف ربنا يعيننا عليهم ويعينهم على نفسهم. ان شاء الله، ان شاء الله ربنا هيعيننا على كلنا على نفسنا. استمتعت بالكلام معاك وما مشيتش على المحاور زي كل مره، طلعتني بره المحاور يعني أكيد. بس ده طبعا ده كان بس استمتعت جدا. وعايزه اقول لك عايزه استفيد بوجودك، فعايزه اقول لك تقول ايه حاجه اخيره كده نفسك تقولها بدون بقى سؤال مني يعني. عايزه اقول الحاجات اللي هي في وسط يعني الزحمه بتاعت الاهتمام بكل الناس مهتمين بيه دلوقتي، من اول الكنافه اللي بالقطايف اللي بالبتاع لحد الفلوس والنجاح والشهره واللايكس وكده. بس يعني برضو اللي يقدر يتفضل يعمل كده. افتكروا الحاجات المهمه زي الجدعنه، زي الصدق، زي الاخلاص، زي انك تبقى مش بوشين، زي انك تقول اللي قصدك وتقصد اللي تقوله، زي انك لما توعد تعمل، زي انك ما توعدش لو مش قادر، زي الحاجات الاصلي دي. الحاجات الاصلي دي اختفت خالص، مع ان هي اصلي بس هي اختفت خالص. ما فيش مش حد بيتكلم عليهم، صح؟ ما حدش بيتكلم عليهم. يلا نتكلم عليهم، يلا نتكلم على الحكايه، يلا نتكلم على الحكايه دي، يلا نتكلم على الاعتناء بالشغل، يلا نتكلم على كل الناس عايز تاخد. فاهمين احنا يعني في ظرف وحش وبتاع، وانت عاوز تاخد وكده وعايز تلحق وخايف، احنا فاهمين. اللي يقدر اول ما تبقى قادر افتكر الحاجات دي، افتكر ان انت مش فار ومش حاجه جايه تاخد ويعني او على الاقل زي ما بتاخد يعني شوف ايه، يعني كل بني ادم عايز يسهل الموضوع خالص، يعني كل بني ادم لازم يبقى مهتم بشويه حاجات مهمه. دور انت بقى، انت نقي كل واحد يعني على حسب قيمه. بس انت قلت كام حاجه كده في الصميم، يعني حاجات ايه، انا زي ما انت قلت الرجوع للبيسكس، يعني الرجوع للحاجات الاصليه خالص، الاصليه. وبرضه ان البني ادم يبقى اصلي على قد ما يقدر، طبعا في ظل الكم الحاجات اللي انا حاسس ان حاجه مريحه. انت نقي، يعني انت نقي، انت زي ما انت عايز اي حاجه، اهتم باي حاجه. بص عايزك تقف كده وتقول بص انا مش ممكن احل. يعني عارفه في الافلام القديمه كانوا يعملوا الافيه ده، وانا عمري ما شفته افيه كنت دايما ياثر فيا، ان الحرامي لا انا ما سرقش من الغلبان،
انا احبك قوي على فكره. حرامي انا ما بسرقش من حد عايز حلو. مش ست انه البني ادم يكون على الاقل يعني فاهم هو عايز ايه او لا او هو البني ادم يبقى هات اي حاجه. هات اي حاجه. بس اقف يعني خليك اي حاجه. هات اي حاجه. بس ما تبقاش ده كده. نوع من انواع الصدق. ده نوع من انواع الصدق برضه ان انا اكون اي صادق. حاجه. احنا محتاجينك. احنا محتاجين اي حاجه بتاعتك دي. احنا محتاجين. هات اي حاجه. اوكي. عسيلي مبسوطه قوي ان انت كنت معايا النهارده. اشكرك على تواجدك معايا. شكرا. شكرا ليكم. ارجو ان الحلقه تكون عجبتكم. اللقاء في الحلقه القادمه الاسبوع الجاي، حلقه جديده في رحله جديده مع شخصيه جديده في عالم موازي.